أقول لحضراتكم بعض الكواليس بتاعة برنامج مع خالته، علشان كتير من الأمهات ممكن تكون متصوّرة إن أنا أمّا كنت قاعدة باتكلّم مع الولاد كان الحوار هادي وراقي وعاقل ومنطقي ورايح في اتجاه جميل والولاد قاعدة تسمعني والدنيا جميلة، الحقيقة ده ما كانش حاصل خالص. هي الفكرة كلّها أنا كنت ناوية إن أنا حتى أنزّل البرنامج زي ما الأطفال عملوا فيّا بالضبط، بحيث إن الأمهات تُدرك إنه لأ، هي الأطفال مش قاعدة مستكينة كده وعاقلة وراسية وفاهمة وسامعاني وكل الكلام ده كلّه، لأ، كان في وسط التصوير في طَب هاروح أشرب، طَب أدخل الحمام، طَب لأ بُص أنا جالي سؤال تاني، يا حبيبي إحنا لسه في حتّة ما خلّصناهاش، طَب لأ بُصّي طَب ما هو الكلام مش عارفة إيه، طَب ما هو كذا، لأ بُصّي تعالي نتكلّم في الكورة، طَب مش عارفة تعالي نتكلّم في إيه، حد يقول كلمة لا تصلح مثلًا إنها تتقال على شاشة أو مثلًا ما كانتش تليق إن هي تتعرض في برنامج بنتكلّم فيه عن الدين وكده. ففي الأول وفي الآخر هو اللي كان معايا كانوا أطفال عادي جدًا، ولكن كل ما هنالك إن المونتاج يعني خلّاهم يبانوا كإنّهم أطفال قاعدين عاقلين راسيين بيستقبلوا كلامي وبيسألوني وبيحاوروني. دي حاجة أنا عايزة كل الأمهات تفهمها علشان أنا لمّا أعرض برنامج زي ده، هي الفكرة إن أنا كلّها شِلت اللقطات دي علشان لو في طفل قاعد بيتفرّج ما يتشتتش، عشان لو إحنا فعلًا بنسأل سؤال، السؤال يمشي في الsequence بتاعه العادي جدًا، ولو حد قاعد مركّز يعرف يوصل للإجابة. لكن طبعًا كان في كتير من الأطفال اللي معايا أسئلتهم كان فيها تشتُّت، كانوا بينقلوا من مكان للتاني ويروحوا لحتّة ومش عارفة إيه، طَب أنت يا ابني معايا أصلًا، طَب أنت سامع اللي أنا باقوله؟ فكان مش دايمًا بيبقى سامع اللي أنا باقوله ولا مُدرك اللي أنا باقوله ولا معايا أصلًا، وعمّال يفكّر في سؤال تاني جه في دماغه لمّا أنا قُلت كذا وهكذا. فدي طبيعة كل الأطفال، والتشتُّت واحدة من سمات العصر بتاعنا، إحنا كل ما هنالك إن إحنا بنحاول طول ما الأفكار طايرة كده في دماغهم نمسكها لهم، كل ما الأفكار تطير في دماغهم نمسكها لهم. فده أنا حبيت أقوله علشان أي حد بيتفرّج على برنامج مع خالته تبقى مُدركة إن ابنها عادي جدًا لمّا يسألها سؤال مثلًا وما يسمعش إجابته للآخر، يسألها سؤال وهي بتجاوبه يقاطعها، يسألها سؤال وهي بتجاوبه وما يبقاش مهتم أو مش مُدرك، ده جزء مهم جدًا من إدراكنا إحنا كأمهات، كخالات، كمُعلِّمات عن أي حد بيتعامل مع الأطفال. الأطفال اللي كانوا قاعدين معايا دول كانوا جُمال ولُذاذ وكل حاجة وأنا باحبهم وعندي معرفة طبعًا شخصية بيهم، ولكن في الأول وفي الآخر هم كانوا أطفال عاديين جدًا، فكان مهم بس إن أنا أقول النقط دي علشان يبقى عندنا تصوُّر إن ولادنا لمّا يسألونا أي سؤال مهما كانت أهميته ومهما في تصوُّرنا إحنا قُدسيته، هم بالنسبة لهم الموضوع مش كده خالص، هو بالنسبة له السؤال جه في دماغه، يعني جاوبيني، مع إن إجابتِك ممكن تكون عاقلة شوية والّا مش عارفة إيه وكده، هو سامعها، مهما كان مشتت والّا سرحان والّا عمّال يهرش والّا عمّال ما أعرفش يعمل إيه، هو سامع، هو سامع وبيوصل له كلامِك، وهتلاقيه في وقت تاني في موقف تاني بيعيد الكلام اللي أنتِ قُلتيه بالضبط، بيفكّرِك باللي أنتِ حكيتيه، بالقصة والّا بالقيمة والّا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والّا بمعنى من معاني الصلاة، هو فاهم ده، هو فاهم وسامع حتى لو شكله مش مركّز. عملت البرنامج ده عشان أسئلة ولادنا اللي أوقات بتحيرنا قبل ما تحيرنا، عشان كل أم تبقى واثقة وهي بتناقش وتعرف ترد على الأسئلة اللي بنتفاجئ بيها كلنا، وعشان الأطفال يعرفوا إن سؤالهم مش غلط وإن السؤال ممكن يكون عبادة تقربهم من ربنا. نسأل ونفكر فنفهم ونطمن، سؤالك عبادة.